الممثلة برناديت حداد، شو عم تعملوا؟ شايف ممثلين مخرجين في تصوير في المسلسل؟ والله أنا عم بتضامن مع نفسي أولا، ومع أهلنا وشعبنا بفلسطين ثانيا. هيدي أقل الإيمان إنه نوقف معهم، إنه نشد على إيدهم نقول الله ينصركم، الله يكون معكم. نحن بنخجل قدام دمعة الطفل يلي عم تنزل، قدام هول الشيء اللي عم بيصير بفلسطين وبغزة تحديدا. بدي اقول انه يلي عم بيصير منه حرب متساوية، اللي عم بيصير هو مجزرة وإبادة جماعية بأهلنا، بالأطفال، بالنساء، بالشيوخ. يعني شو بدنا نقول؟ أنا من هيدا المنبر بدي أقول لكل العالم يلي عم بتشوفنا، خاصة الفنانين الانفلونسرز، قد ما فيكم اعملوا معروف، حطوا بوستات، شيروا ستوريات، خلوا كل العالم. اصلا عم بيعملوا لهم حكى قد ما فينا. في صار هيك شوية تحايل على بالكلمات فيكم تتحايلوا لحتى ما يختفي البوست تبعكم. خلوا العالم كله يشوف شو عم بيصير، حقيقة اللي عم بيصير بفلسطين. خلوا العالم كله اللي ما بيعرف أحقية هيدي القضية، أحقية هيدول الناس، هيدا الشعب يلي ما عم بيطالب بشيء إلا بحياة كريمة على أرضه، إلا أنه يشيل هيدا الاحتلال الغاصب من أرضه. خليهم على القليل يبلشوا يعملوا بحث لحتى يعرفوا الحقيقة. بدي أقول كمان لكل الناس إنه نحن كشعوب عربية يمكن مش طالع بإيدنا شيء غير إنه نبكي، غير إنه نحكي. بدي أقول لهم طالع بإيدنا بعد شغلة وحدة صغيرة، هو إنه نعمل بويكوت، نقاطع كل البضائع وكل المحلات والماركات يلي. بس امبارح ماكدونالدز ما شغيلته اللبنانية والمدير لبناني وكل شيء، بس الاسم عم نقطع بأرزاق نحن. لا، هي مش قطع بأرزاق، معلش. لما شركة عالمية بدها تودي مصاري وتدعم جيش احتلال إسرائيلي أكيد، بس يلي عم بيعمل ويفظع أنا معك، بس هودي بصيدا سكروت، ما هودي شغيلة لبنانية. معلش، الله بيرزق. بيقولوا اللي رزقت عليه الله يعجل عليه. رزقه على رب العالمين، رزقه مع تضامنك مع الأطفال اللي عم بيموتوا، ما هيك بفلسطين والشعب، مع كل الشعب الفلسطيني. نحن بحرب قانا كل الناس ضمنت معنا، معلش. مش كل الناس، مش كل الدول. كل إنسان حر، عنده إنسانية، عنده رحمة، عنده العالم عم شرف. بحكي، مش رأي شرف الضامن معنا، معلش. أنا ما عم بحكي رأيي. بعين الحلوة عم بيقتلوا بعضهم، عم بيقتلوا أطفال هن بين بعضهم. ما هيدي كمان بيقولوا لي يعني عم بسمعها كثير، انه نحن بدنا نتضامن مع قضيه فلسطين وهن عم بيقتلوا بعضهم بعين الحلوه. خلينا بول، معلش، ما عم نحكي سياسه، عم نحكي الواقع. لا، بغض النظر عن الواقع، بكل الدول وبكل الاحزاب وبكل الاديان وبكل الطوائف في المنيح وفي الوحيش، وفي الاكسيون والرياكسيون مثل ما بيقولوا. انا ما بدي هلا بهيدا الظرف، بظل المجازر يلي عم بتصير بفلسطين، احكي عن اللي عم بيصير بعين الحلوة، وقول انه لانه هن عم يعملوا هيك فانا انسانيا ما بقعد بتعاطف مع هول العالم، ما بوقف معهم، ما بكون عندي ذرة انسانية وذرة كرامة لحتى اوقف مع شعب بكامله. معلش، خلي الواحد يكون شوي انساني، شوي عنده كرامة، شوي عنده احساس. هيدا ما بيمنع هيدا. فيني اقول انا ضد يلي عم بيصير بعين الحلوة، بس انا كمان ضد يلي عم بيصير بفلسطين. أكيد. انا مني مع الارهاب، مني مع المحتل، مني مع الغاصب، مني مع اللا انساني باللا انسانيته، واي انسان شريف رح يقول نفس الكلام يلي انا عم بقول. كلمتك الاخيره بتوجهيها؟ يعني شو بدي اقول؟ بدي اقول نحن ضعاف، نحن ما في بايدنا حيلة، وهيدا الشيء بيوجع صراحة، بيوجعنا كتير، وبيوجعنا أكتر إنه نشوف عن جد ناس هالقد ما في رحمة بقلبهم، هالقد ما عندهم جنس دين الإنسانية، هالقد يعني محيدين حالهم بهيدي القضية تحديدا. ما فيك تكون حيادي، ما فيك تكون إنساني بشي ولا إنساني بشي تاني. بدي أقول الله ينصر شعبنا بفلسطين، الله يخفف عنهم، وإن شاء الله بيجمعنا قريبا.
والنصر اكيد بده يجي، اذا مش اليوم اقرب وقت. الممثلة القديرة برناديت حداد يعطيك الف عافية، ضلك بصحتك وتضلك بهالهمة. شكرا بول، وان شاء الله انتم كمان بتضلوا بهالهمة ومتابعين كل الاشياء اللي عم بتصير، الاشياء الحلوة والاشياء المحزنة. الله كريم.